السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس محتاجة الدعاء يا جماعة. المريض محتاج كلمة يا رب عشان ربنا يشفيه، والمديون محتاج كلمة يا رب عشان ربنا يأدي دينه، الكل محتاج كلمة يا رب. اللي ما اتجوزتش، اللي ما انجبش، الجميع محتاج كلمة يا رب. تخيلي كده اكتر انسان صالح متخيلة في الدنيا لو جالك خبر انه بيدعي لك في كل صلاة، بيدعي لك في كل سجدة، بيدعي لك ليل نهار، هتستبشر وهتفرح قد ايه. الراجل ده دعاء مستجاب يا جماعة. انا جاي النهارده بخبر والله اغلى من الدنيا واللي فيها، خبر يفرح قلوبنا، لان مفيش حاجه تفرح اكتر من كده. خبر ان حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام كان بيدعي لي وبيدعي لك وبيدعي لك في كل صلاه. الكلام ده يا جماعه هيشعل حب النبي عليه الصلاه والسلام في قلوبنا، واحنا في ليله الجمعه وعايزين نعيش ليله الجمعه ويوم الجمعه مع الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحديث فين؟ الحديث في صحيح ابن حبان، الحديث حسنه شعيب الارناؤوط، حسنه الشيخ الالباني. الرواية دي بتقول ايه؟ رواية صحيح ابن حبان، السيدة عائشة تقول آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني لقيت باله رايق كده عليه الصلاة والسلام. الواحد لما يجي يطلب من حد حاجة يا جماعة يستنى ما يكون باله رايق، يعني فآنست من رسول الله طيب نفس صلى الله عليه وسلم، لقيته باله رايق، فقلت له ادعو الله لي يا رسول الله، ادعي لي يا حبيب الله، انت دعائك مستجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع ايده عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما اخرت. استنى قبل ما تغيري من السيدة عائشة، قبل ما تغير من السيدة عائشة، انا عايز هتسمع الوقت المفاجأة. النبي بقى بيقول عشانك انت ايه؟ اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت. دعاء جبار يا جماعة. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا هذا كله يا رب. فالسيدة عائشة ضحكت حتى سقط رأسها في حجرها، يعني عارف لما يقول لك انا وقعت في الارض من الضحك. وفي رواية تانية حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرحانة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الفرحة في وشها وعلى قلبها. لا يسرك هذا يا عائشة؟ قالت وما لي لا يسرني يا رسول الله، رسول الله بيدعي لي هذا الدعاء العظيم. المغفرة يعني سعة رزق يا رسول الله، المغفرة يعني فردوس اعلى يا حبيب الله، المغفرة يعني رضا الله، المغفرة يعني ما فيش ذنوب هتعاقب بها في الدنيا ولا في اول ليلة في القبر. ازاي ما افرحش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله انها لدعوتي لامتي في كل صلاة. الله اكبر. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بيقول والله العظيم انا بدعي لامتي في كل صلاة بهذا الدعاء. يعني النبي كان بيدعي لك 5 مرات في اليوم، النبي كان بيدعي لك 5 مرات في اليوم ان ربنا يغفر لك ما قدمت، كل اللي فات، وما اخرت، وكل اللي جاي، وما اسررت، وكل اللي جواك ومش قادر تتكلم بيه، حسد وكبر وسوء ظن بالله، وما اعلنت، وكل اللي انت نطقت بيه بطريقه غلط. انتوا متخيلين يا جماعه الحديث ده يفرح قد ايه؟ حبيب الله بيدعي لنا. والله يا جماعه الدين سهل، والله يا جماعه الدين جميل. انا انصحك نصيحه، الدنيا صعبة قوي. اصعب حاجة في الدنيا ان الدنيا تبقى صعبة وانت نفسيتك تبقى في التعامل معاها صعبة. ساعتها الدنيا هتبقى لا تطاق، ساعتها انت هتعمل في نفسك حاجة في الاخر. الدنيا صعبة يا جماعة، الدنيا كلها ابتلاءات، كلها مشاكل، اما احنا كمان نفسيتنا تبقى صعبة في الدنيا. فتخيل النبي بيدعي لك الدعاء ده كل صلاة عشان يوم القيامة ربنا يرحمك، عشان يوم القيامة النبي اصلا يشفع لك، عشان في الدنيا ربنا يفرج همك وكربك. ازاي ما تفرحش بالحديث ده؟ وازاي الحديث ده يملاش قلبنا حب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان كده في سورة الاحزاب، سورة الزلازل الرهيبة، ربنا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي. كأن لو حياتك مليانة زلازل، لو احزاب الشر والضر والابتلاء والهم والخنقة اجتمعت عليك وحصرتك، الصلاة على رسول الله بتدي الاحزاب ده ايه؟ صلاة على حبيب الله. يلا يا جماعة مين فينا بقى يجيب له 1000 2000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ مش يوم الجمعة بس، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يلا نستشفي بالصلاة عليه، يلا نسترزق بالصلاة عليه، يلا نستمطر رحمات الله بالصلاة عليه. يلا يا جماعة التارجت بتاعنا على الاقل ان شاء الله، ومن زاد وان زدت فهو خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التارجت بتاعنا 1000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ربنا بيعين يوم الجمعة ملائكة بتوصل للنبي هدايانا اللي هي صلاتنا عليه. يا ترى انت
هتبعتي كام هديه للنبي عليه الصلاه والسلام من اول هذه اللحظه؟ يلا رجاله، يلا يا ابطال، يلا اللي عايزين ربنا يفرج كربكم، يلا اللي عايزه ربنا يرزقك احسن زوج، يلا اللي عايز ربنا يوسع رزقك، يلا اللي عايزه ربنا يشفيك او يشفي ابنك او يشفي زوجك، يلا اللي عايز ربنا يحل لك مشكلتك، يلا نحل مشاكلنا بالصلاه على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. وافتكروا تاني الكلمه اللي تدوب قلوبنا من حبه عليه الصلاه والسلام: والله انها لدعوتي لامتي في كل صلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.